السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي اخواتي وبناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وكل حبايبي اللي بيشوفوني لأول مرة ولسه ما اشتركوش في قناتي، يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان توصلكوا وصفاتي اول باول. ان شاء الله هنعمل مع بعض دلوقتي القراقيش بالعجوة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. عجينتها ناعمة جدا زي ما انتوا شايفين كده، واشكال حلوة اهي هنعملها مع بعض. كذا شكل كده يعجب اولادنا ويعجب كل العيلة ان شاء الله. وهنعملها بطريقة بسيطة وسهلة، ومكوناتها موجودة في كل بيت. مش هنعوز اكتر من كيلو دقيق وكوباية سمنة على زيت وخلاص كده ومية، ونبدأ بقى نعمل القراقيش بتاعتنا. جبت كوباية مية كده في طبق، نزلت عليها بمعلقتين سكر ومعلقة خميرة، ونقلبها كويس كده مع بعض. وهنسيبها بس كام دقيقة كده تتفاعل. وكنت جبت بقى هنا كيلو الدقيق بتاعي اهو منخول. كيلو الدقيق بالكوباية 8 كوبايات بالظبط، عشان اللي ما عندوش ميزان يعني وحابب يعرف هما 8 كوبايات. ونزلت عليهم بمعلقتين سمسم وكيس فانيليا، ومعايا اهي كوباية سمنة على زيت. انا هستعمل كوباية وربع، بس انا سيحت الكوباية دي عشان اوريكم العيار برضو. المج الشاي العادي ده، دي كوباية سمنة على زيت. والربع برضه هحطه اثناء ما بعجن كده. هقلب بقى الدقيق بالسمنة كده زي ما انتم شايفين. بس المعلقة بقى مش هتنفع، هنقلب بايدينا. عايزين نشرب الدقيق كويس اوي بالسمنة والزيت ده، علشان هو ده اللي بيديكي نعومة كده وتبقى القراقيش ناعمة كده، مش ناشفة اوي محجرة معاكي، لا تبقى فيها نعومة برضو كده وحلوة. تشربي بقى كويس اوي اوي، تقلبي السمنة بالزيت ده في قلب الدقيق كويس اوي، وتخلي الدقيق يشرب منه كويس قبل ما تحط اي سوائل. جبت الربع كوباية السمنة كمان معايا اهي، هقلبها برضو واخلي الدقيق كله زي ما انتم شايفين كده، تحسي انه بقى زي الرمل كده، شارب كله من المادة الدهنية اللي انت حطاها اهو. تحسي ان هو مفرول كده زي الرمل، خلاص كده يبقى حلو معاكي. هننزل بقى بالخميرة بتاعتنا اهي، المية اللي فيها الخميرة اتفعلت وبقت تمام. ونعجن بقى كده، مش عجن شديد قوي يعني، نقلب يعني بسيط كده. وانزل بقى بكوباية مية في الاول. هي هتاخد معايا كوبايتين، بس انا هنزل باول كوباية واعجن كده. والكوباية التانية بقى مش هحطها مرة واحدة، هنحطها شوية بشوية، علشان برضو كل دقيق مش زي التاني. تاخدي شوية صغيرين كده في ايديكي وتعجني، لان برضو الدقيق بيختلف عن بعضه. فعشان بس العجينة ما تطرش معاكي زيادة عن اللزوم، احنا عايزينها عجينة ناعمة كده، بس مش لينة اوي ولا طرية قوي ولا ناشفة في نفس الوقت. فانت بتاخدي شوية مية بشوية مية زي ما انا بعمل كده، وتفضلي تعجني لحد ما تلاقي العجينة معاكي ما شاء الله بقت ناعمة كده، وانت هتحسيها مظبوطة. والطبق اللي معاكي اهو بتعجني فيها تلاقيه نضيف كده، وايديكي ما فيهاش اي عجين خالص. هي العجينة بتاعتي الكيلو الدقيق بتاعي ده خد معايا كوبايتين مية، غير الكوباية اللي كنت حاطة فيها الخميرة. لكن انت حسب نوع الدقيق برضو اللي انت بتستعمليه. خلاص كده انا خلصت عجن، والعجينة بقت كده معايا. حطيتها على الرخامة، وبأي قطاعة او سكينة وتقطعيها 4 بالطريقة دي. بنكور بقى كل ربع كده لكرات كده كبيرة زي ما انت شايفة بالطريقة دي. اكورهم بقى كلهم اهي زي ما انت شايفة، كرات كبيرة كده، ونسيبهم على الرخامة و5 دقايق بس كده. مش هنسيبهم يرفعوا كتير عبال ما اجهز بقى العجوة بتاعتي دي. العجوة دي برضو انا عاملاها في البيت بالبلح الناشف اللي بيفيد مننا من رمضان، وان شاء الله هعمل لكم فيديو برضو بيه. كلنا بيفيد مننا بلح ناشف نستغله في العجوة دي، وبرضو تبقى نظيفة وجميلة وعاملينها بايدينا. حطيت كيس على الرخامة كده، وفوقيه كيس تاني حطيت العجوة عليه يعني، وحطيت كيس تاني فوقيها. ونبدأ بقى نفردها كده زي ما انت شايفة بايديك او بالنشابة، هي طرية جدا يعني وبتتفرد بسهولة. ونشيل اي زيادات برضو كده طلعت بره الكيس، ونخليها مستطيلة كده زي عشان نحطها على العجينة بتاعتنا وتبقى سهلة معاك. الكيس ده يسهل معاكي.
هفرد بقى العجينة اول كرة معايا كده، نفردها بالنشابة فردة كويسة، خليها سمكها رفيع برضو علشان لسه هنحط العجوة ونلفها وهتخمر فمتطلعش معاكي كبيرة قوي. نفردها بالنشابة هتتفرد معاكي بكل سهولة برضو، مش هتتعبك يعني. زي ما انت شايفة كده عجينة سهلة وجميلة. وتجيبي بقى الكيس اللي انت فردت عليه العجوة وتنزلي بيه كده وتحطي العجوة وترفعي الكيس. خلاص كده فردت العجوة على العجينة، تبدأي بقى تلفيها من اول حرفها كده وتلفيها رول. ممكن تخلي الرول اصغر من كده عادي، ده كبير شوية، انت ممكن تخليها دي رولين وتخليها اصغر، بس انا عادي اخليها كبيرة كده زي ما هي. وبسكينة بقى كده وتبدأي تقطعي برضو الشرايح اللي تقطعيها كده، متخليهاش كبيرة قوي عشان لسه الخمر. هتقطعيها برضو رفيع كده زي ما انت شايفة وترصي على الصينية بتاعتك. برضو لو السكينة مش مساعداكي ممكن اقطعها زي كده، انا جايبة سكينة الحلويات دي وقطعت بيها برضو بكل سهولة. وترصي بقى على الصينية، بس طبعا العجين هو اللي يبقى في الصينية من تحت كده، ما تخليش العجوة هي اللي تبقى، ما تحطيهاش يعني كده العجوة تحت عشان ما تسحش وتلزق في الصينية بتاعتك. ترصي بقى على الصينية، ما تحطيش الصينية اي مادة دهنية ولا اي حاجة، زي ما انت شايفة كده. كده العجينة اصلا فيها سمنة وفيها زيت، فهي مش محتاجة اي مادة دهنية، مش هتلزق. وتكملي برضو بنفس الطريقة، نجيب الكرة التانية ونفردها بنفس طريقة الفرد. وتحطي برضو، انا حابة اوريكي برضو طريقة فرد للعجوة تانية اهي. هتحطي العجوة على العجينة على طول مباشر من غير كيس، تحطي الكيس بس فوقيها عشان ما يلزقش، طبعا مش هينفع تفرديها بالنشابة من غير كيس. والنشابة فوق الكيس كده وتفردي بكل سهولة زي ما انت شايفة. وبرضو رول، وتقفلي الرول كويس من تحت وتقطعيه نفس التقطيعة وترصي في الصواني بتاعتك بنفس الطريقة دي. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كيلو الدقيق حلو قوي، يعمل كمية حلوة قوي معاكي. لو انت حابة تقللي عن الكيلو ممكن تعملي نص برضو بنفس الطريقة، نص كيلو. حابة تكتري ممكن تعملي كيلو او 2 كيلو يعني، براحتك خالص. الكمية ديت حسب ما انت عايزة، انت عرفتي مقادير الكيلو. لو هتعملي نص اعملي نص المقادير بس. بنفرد بقى الكرة دي بالطريقة دي ونحط العجوة بس في نص العجينة، ونجيب النص التاني كده نفرده فوقيه، عشان هنعمل دي بقى شرايح كده مش هنعملها رول. وتقطعي بالطريقة زي ما انت شايفاني كده، اي تقطيعة انت عايزاها بقى، تقطيعة طويلة، مثلثات، سمبوكسات، زي ما انت عايزة بالطريقة ده. ورصيها بقى على الصواني بتاعتك برضو. مفيش اسهل من كده ولا انضف ولا احلى من كده. والكيلو معاكي بسم الله ما شاء الله، لو وزنتيه هيطلع لك اكتر من 3 كيلو من اللي بيتباع بره، علشان طبعا الحشوة والخمر وكده والمية اللي بتعجني بيه كل ده والسمنة، كل ده بيوزن معاكي. هنفرد بقى الاخيرة دي، هنفردها سمكها تخين شوية علشان احنا هنعملها سادة مش هحشيها، فبتعمليها بقى تخينة شوية كده عشان برضو ما تبقاش رفيعة اوي تنشف معاكي. واي تقطيعة برضو زي ما انا قلتلك، اي تقطيعة انت عايزاها، مثلثات طويلة، بنفس الطريقة دي. ورصيها بقى في الصواني بتاعتك برضو. بسم الله ما شاء الله، موفرة جدا مش مكلفة خالص. وكفاية نظافة الحاجة اللي بتعملها بإيدك، وكفاية ريحة المخبوزات في البيت كده بتبقى جميلة ما شاء الله. خلصت كمية بتاعتي بقى، هو قطعتها كلها. اجيب بيضة بقى في طبق كده، عليهم معلقتين لبن وكيسين فانيليا برضه عشان الزفارة بتاعة البيض، وفرشة كده، وندهن بقى كل الوش بتاع الحاجة بتاعتنا دي، القراقيش بتاعتنا، هندهن وشها كله كده بالبيض واللبن ده. لو انت مش حابة برضو تدهنيه بيض ولبن عادي، ممكن تجيبي معلقتين عسل على شوية مية وبالفرشة وتدهنيهم، او معلقتين سكر تدوبيهم في شوية مية وتدهنيها برضو بيها.
اي حاجة انت حباها ممكن تعمليها عادي. ونحط سمسم بقى بعد ما خلصت دهن الوش كله بالبيض، هنرش بقى على الوش برضو سمسم كده زي ما انت شايفة. ونفس الطريقة برضو هعمل بقية الكمية بتاعتي بنفس الطريقة برضو، هدهن الوش كله واحط سمسم كده على السريع، مش كتير قوي يعني، رشات كده بسرعة. والسادة كمان. وخلاص كده بقى انا بعد ما اخلص الصينية دي هبقى خلصت الكمية بتاعتي كلها ما شاء الله زي ما انتم شايفين. عمل لي كمية حلوة قوي. هركنهم بقى يخمروا حوالي ساعة، ساعة ونص حسب الجو اللي عندك، وتسويهم على نار متوسطة. وطلعوا معايا النتيجة بقى زي ما انت شايفاها كده، نتيجة جميلة قوي ما شاء الله. الشكل جميل والكمية حلوة قوي. بكيلو دقيق واحد مليتي البيت خير، وبسم الله ما شاء الله فرحت اولادك احسن من الجاهز بكتير، مش تمن نص كيلو من الجاهز اصلا. والشكل زي ما انت شايفة كده اشكال جميلة قوي، فالاولاد بيفرحوا بالاشكال دي. والشكل ده برضو جميل جدا اللي احنا متعودين عليه دايما بنعمله، كلنا بنعمله في بيوتنا برضو. جميل قوي ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، لونه حلو قوي، تسويته حلوة قوي من تحت كمان اهو ما شاء الله، فوق زي تحت. واشكال برضو اللي هي المثلثات دي تعمليها برضو مثلثات، تعمليها الاشكال التانية الطويلة دي زي ما انت حابة. شكله حلو قوي بصراحة وجميل قوي، ريحته مالية البيت. والسادة برضو جميل اهو زي ما انتم شايفينه، مدي برضو نعومة وطراوة كده، ما مش ناشف قوي يعني، وبرضو مقرقش كده في نفس الوقت. بسم الله ما شاء الله. جربيه بقى واكتبي لي بقى تعليق حلو كده، قولي لي ايه رأيك، جربتيه وطلع معاكي نتيجته عاملة ازاي. ولو بتعمليه بطريقة تانية برضو عرفيني. ولو وصلتي معايا لحد هنا بقى ما تنسينيش باللايك والسبسكرايب، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك وصفاتي اول باول. واشوفك على الف خير.